انا واقع بالجوع، ما اكلتش من الصبح. جيبي لي الوكل هنا، رجلي تعبانه وما قدرش اقف عليه. ما هو ما هو ايه؟ ما عملتش وقت. مفيش وكل ليه؟ انا تعبانه قوي على فكره. انت اتشليتي؟ انت كل ما بتشوفيني بتفتكري التعب؟ على فكره مش كل ما اشوفك بفتكر التعب، كل ما بشوفك بحس ان خلاص هرمي شويه من عبء والمسؤوليه اللي على كتافي طول اليوم. يعني ما بتفتكريش غير التعب والمسؤوليه والعبء اول ما بدخل البيت. هي ليه الزوجه بتحس بكسل او بتعب اول ما زوجها يدخل البيت، او اول ما تشوف ابنها، او اول ما تشوف اخوها، او اي حد هي بتثق فيه وبتحبه؟ ليه؟ يلا بقى نعرف الأسباب. لأنها بتشعر أخيرا إن خلاص في راحة، في حد هيشيل معاها المسؤولية، في حد هيسمعها، في حد هيساعدها في شغل البيت. معاك بتخلي التعب يظهر، أما مع الناس اللي بره أو مع الآخرين بتقاوم وبتكمل. هي عايزة حد يهتم بيها، هي عايزة حد بس يعتني بيها، ده اللي هي عايزاه. هي عايزة حد بس يسمعها، حد يقول لها أنا شايف التعب اللي انت بتعمليه، حد يقول لها أنا واثق إن انتي ما بتدلعيش ولا ده كسل، انا عارف ان انت قد ايه بتتعبي اليوم كله. هي عايزه تسمع الكلمتين دول بس، لان البيت ده بالنسبه لها هو المكان اللي بتقدر تسقط فيه كل الاقنعه اللي هي بتوريها لكل الناس، مبتسمه، قويه، هاديه، ناعمه، متحمسه، شغوفه، قويه قوي قوي قوي. اما بجوار زوجها إيه اللي بيحصل؟ بتسمح لكل الكلام ده. اركن بقى على جنب، بيظهر لحظة الضعف، لأن هي واثقة في أخوها، في ابنها، في زوجها، إن هم هيسمعوها، واثقة إن هم الناس اللي هيساعدوها تتخطى كل التعب ده. لذلك بقى لا تتسرع في وصفها بالكسل وبالضعف، وإن هي بتتحجج بالمرض أو بالتعب. على فكرة هي تحملت كتير قوي واشتغلت كتير قوي 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 في صمت من غير ما حد يعرف اي حاجة خالص. هي بس عايزة حد اللي يقدرها، عايزة حد يسمعها. يلا بقى عايزة اعرف ارائكم في الكومنتات. انتوا لما بتشوفوا مراتاتكم او اخواتكم او ولادكم اول ما بيشوفوكم داخلين من على طول البيت كده بيعملوا ايه؟ بيعيطوا، بيصرخوا؟ طب انتوا بتتعاملوا ازاي؟ وتحية لكل ست ولكل بنت ولكل امرأة بجد في الحياة دي شايلة ضغوطات كتيرة قوي 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 ومش عارفة تتخطاها بدون رجل أو ابن أو أخ. وفي الأول وفي الآخر هو ربنا اللي بيشيل كل الضغوطات، بس احنا سند لبعض.